لو ما شفتش الجزء الأول من حكاية سولو ليفلنج فروح شوفها الأول، هسيب لكم الرابط بتاعها تحت في التعليقات. وطبعا والأهم ما تنساش تصلي على النبي وبلاش نطول عليكم، ويلا بينا نبدأ. بنشوف سونغ وهو قايم مخضوض ومش عارف ايه اللي حصل له، وبيبص على ايده ورجله بس بيلاقي ان مفيش اي حاجه حصلت له، وبيقول هو ده كان حلم ولا ايه. وبنتفاجئ ان في اتنين من رقابه الصيادين دخلوا على سونغ وبداوا يعرفوه بنفسهم وبيقولوا له احكي لنا كل اللي حصل. بس سونغ بيفكر في كل اللي حصل وبيبقى خايف جدا، وطبعا بيحكي لهم بس هما بيقولوا له لما وصلنا على المكان بتاعك لقيناك مرمي وما كانش فيه اي حاجه جنبك. واحد من النقابه بيقوم وبيقول انا مش مصدق كل الكلام ده، بس الغريب ان الكل بيقول كده، وده معناه ان انت حصل لك استفاقه تانية وان قوتك زادت جدا. فبيجيبوا له جهاز عشان يقيس قوته، كان بيقيسوا قوته مبقاش مصدقين اللي شايفينه، ويلاقوا ان قوته 10 يعني الضفدعه اقوى منك. وسونغ بيقول لهم لا ده عشان انا لسه نايم، بس اول ما هقوم على طول هبقى قوي جدا. وبيسيبوه ويمشوا. لسه هيحط راسه على المخده بس بيلاقي ان جات له رساله، واول ما بيلمسها بيفتكر كل اللي حصل معاه وان جات له رساله قبل كده بتقول له لو ما بقتش لاعب عند النظام قلبك هيقف. بتخش عليه الاوضه وبتبقى متضايقه جدا وبتقول له كنت فين يالا. وطبعا هو بيقول لها بس انت شايفه الرساله دي؟ بتقول له انت هبل ولا ايه؟ بيقول لها خلاص خلاص. واخته بتشوفه مركز جدا في الهوا فبتفتكره اتهبل، وطبعا بتسيبه وتمشي وبتقول له سلام انا رايحه المدرسه، وفعلا بتمشي. وسونغ بيبقى قاعد بيركز في رسالة وبتلفت انتباهه رساله بتقول له لو انت ما حسنتش من لياقتك البدنيه تتعاقب، هو ولا همه ومش عارف ايه ده اصلا. فبينام وبتيجي الساعه 12 فعلا وبيبدا العقاب، وبيقول له ان انت ما نفذتش المهمه. فجاه بيلاقي نفسه اتحدث في مكان غريب جدا، الواد مش عارف هو فين ولسه بيقول يا هادي بيلاقي حشره ضخمه جدا ظهرت من وراه وكانت لسه هتقتله، شكلها مرعب جدا يا جماعه. وبتيجي لسونغ رساله وبتقول له مش هتخرج من هنا يالا غير بعد 4 ساعات، يا ريتك يا ابني كنت لعبت شويه الضغط وشويه العلا وريحت دماغك. وطبعا الحشره بتقعد تجري وراه من هنا لهنا وسونغ هيشخ على نفسه، وبيبص على الوقت وبيلاقي ان لسه باقي ساعتين وبيكمل جري وخلاص ما عادش حاجه 10 ثواني وهتخرج، ولسه الوحش هياكله بس خلاص الوقت كان خلص. وبنلاقيه رجع تاني للمكان اللي كان فيه، بيجيله رساله من النظام ان هو خلص العقاب. وتاني يوم بيصحى الصبح وعمال يتشيك وفي حد بيرن عليه وما بيردش عليه، والبنت بتكون زعلانه جدا وبتعرف ان هو في المستشفى بتروح عشان تزوره، لان سونغ قاعد بينفذ المهمات بتاعه اليوم عشان ما يتشلوحش تاني، والبنت بتسيبه وتمشي. عبيطه يا بنت ولا ايه؟ وبنلاقي ان قوه سونغ عماله تزيد كده والعضلات بتاعته بتكبر وبتنمن على العضلات بتاعته طبعا، والناس عماله تشوفه وبتفكره هبل لانه بيتكلم نفسه. وبيروح يفتح العلبه الغريبه دي وبيطلع منها مفتاح وما بيكونش عارف المفتاح ده بتاع ايه، بتجيله رساله من النظام وبتعرفه المفتاح ده بتاع ايه والمكان بتاعه فين. وطبعا بيروح على المكان بتاعه وبيطلع المفتاح كده وبيلاقي ان في قفل فعلا ظهر، وطبعا بيحط المفتاح فيه وبيفتح الباب. شكلك ما حرمتش من اخر مره ولا ايه؟ وبيخش فعلا وبيجيله رساله ان هو مش هيخرج من هنا غير لما يخلص المهمه، وبيلاقي الباب اتقفل وبيطلع يجري عليه. شكل الحوار هيتكرر فيك تاني ولا ايه؟ والناس طالعه وخارجه عادي جدا بس هو اللي ممنوع يخرج. فبيكمل بقى نزوله ويسيبها على الله، كمل ماشي وهو مرعوب جدا. فجاه بتظهر له وحوش الجوبلين قدامه ويبقى خايف منها جدا وبتهجم عليه على طول من غير اي مقدمات، بس سونغ بيقدر يجاريهم في الحركه بتاعتهم. على مين بقى؟ ده سونغ بقى جامد جدا، الجوبلين عمال يهجم عليه من كل الزوايا بس مش قادر يعمل حاجه قصاد سونغ. واحد من الجوبلين بيقطع الشنطه بتاعت سونغ وسونغ بترمي بعيد، بس سونغ طاقته بتشتعل وبيقوم مدي للجوبلين واحده بتنيمه في الارض خلاص. وشكل سونغ اتهور ولا ايه يا جماعه؟ سونغ بتاع زمان خلاص انسوه. اتنين من الجوبلين بيهجموا على سونغ بسرعتهم ولكن بيتفاداهم ويرشق الخنجر في اول واحد وبيخش على التاني وقام مديله واحده طير رقبته خالص. يا دوب ما عملش اي حاجه وبيلاقي هجوم من الذئاب، ومن غير اي مقدمات الذئب بيهجم على سونغ وبيقدر يكسر الخنجر بتاعه. سونغ كان مرعوب وعمال يرتعش وهيعملها على نفسه، بس فجاه بيفتكر اللي كان حصل له في المغاره وبيقول هو ده اي حاجه من اللي حصل لي؟ لا تعالوا بقى. بس هيتحمس كده ولقى الذئب نط في وشه وقدر يجرحه. الذئب بيهجم على سونغ مره تانيه بس سونغ قدر المره دي يتفاداه وينط نطه بعيده، وهو اصلا مش عارف هو عمل كده ازاي. سونغ مره واحده بيستجمع قوته كده وبيقول للذئب تعالى يلا ده انا هفشخك، وبيديله بوكس بيطيره بعيد. والذئب بيهجم على سونغ وسونغ شغال في ضربه ومش راح. الذئب اتضايق جدا وكان بيبص لسونغ وسونغ اترعب منه، وسونغ قال ما بدهاش بقى وطلع يجري والذئب بيجري وراه. الذئب كان لسه هيقضي عليه بس سونغ نط في الهواء وقدر يهرب منه على اخر لحظه. وفجأة سونغ فتح الخزانة بتاعته وسحب السيف بتاعه. لما الذئب هجم عليه قام سونغ مديله واحدة قسم من نصين، ما كان من الأول يا عم. ولسه يعني ما فرحش لقى اتنين من الذئاب بيهجموا عليه، بس بيقول لهم تعالوا يلا ما بيديهاش، وقام خلع السيف بتاعه ونزل فيهم تلطيش. بس واحد من الذئاب بيقدر يمسك السيف بتاعه وسونغ قام مديله بالرجل على طول. يا عم سونغ هو ده الكلام. وسونغ بكل قوته قام مدي الذئب واحدة خلاص قطع رقبته. الذئب التاني كان لسه هيهجم على سونغ لكن سونغ بص له فالذئب جاب وراه على طول. انا هتشلوح لا نفسي ثم نفسي، وطلع يجري. رخم كده على الحيطة وبيشوف التطورات بتاعته، لقى ان هو وصل ليفل 2 وقدر يحصل على قوة جسدية كبيرة، وراح عشان يشوف يقدر ياخد ايه من الذئاب اللي هو قتلها دي، وقدر يحصل على ناب الذئب
الذئب، وظهر له متجر كده بيقول له لو انت عايز تبيعها عادي، وطبعا هيبيعها، ولقى ان سعرها 20 قطعه. راح بيشيل السيف بتاعه من على الارض وبيقول هو ده السيف اللي انقذني، لولا كنت زماني ميت. ولسه يعني ما طلعش لقى الذئب راجع ومعاه القطيع بتاعه كله، وقال يلا تعالوا بقى. الذئاب كلهم بيبصوا له وهجموا عليه مره واحده، وانت شكلك هتتشال يا صنع. كلهم كده هيقضوا على صنع، بس صنع طبعا مش راحمهم ونازل فيهم. بس الذئاب كلها بتلتف حوالين صنع، وشكلهم كده هيعملوا عليه كماشة، بس بيقول لهم والله لفشكم كلكم. وفعلا بينزل عليهم واحد ورا التاني وبيقطع فيهم كلهم، ومحدش قادر عليه. خلاص صنع اتعدى، والليفلات بتاعته عماله تزيد، وهو نازل هنا وهنا ومش فارق معاه اي حاجه. وفي الاخر خلص المهمه بتاعته، والسيف بتاعه كان خلاص ودع، ولقى ارتاق غريب كده ما يعرفش ايه ده، وسابهم ومشي خلاص. بس عاش عليك يا صنع والله. طبعا هو مكمل في المغاره قبل شويه وحوش كده وفشخهم في الطريق عادي، يعني شويه سناكس كده اتغذى بيه. وبعد ما خلص على كل الوحوش اللي في المكان، بيقابل سلالم نازله لتحت كده، وبيقرر ان هو ينزل خلاص. وبالفعل صنغ بيخش، وصنغ بيحس ان في حاجه غريبه في المكان، وفعلا لسه ما كملش كلامه وبيلاقي خبطه جات له ما يعرفش جات له منين، وبتلزق في الحيطه. انت في ايه يا ابني نحس كده ليه؟ له ضرب ما فيش شتيمه ولا ايه؟ وبيظهر لصنغ تعبان ضخم جدا، والتعبان ده اسمه سنيك فينو. صنغ شكله متحمس جدا وبيقول للثعبان تعالى يا حبيبي. وفعلا الثعبان بيهجم عليه وبيرشق في السيف، بس الثعبان قوي جدا وما بيحصلوش اي حاجه. والثعبان بيهجم على صنغ، وصنغ بيتفاداه على اخر لحظه وبيطلع يجري منه ويهرب منه. بس فجاه الثعبان بيقوم يديله واحده بديله بيطيره في الميه، وبيهجم عليه في قلب الميه. بس صنغ بيحاول يهرب وما بيعرفش، والثعبان بينطره بعيد. واول ما بيطلع من الميه بيلاقي ان في قطر كان هيقع عليه، برضه بيقدر ينجو منه على اخر لحظه. وبيمسك السيف بتاعه وبيتعصب جدا، وطاقته بتنفعل وتشتعل، وبيقول للتعبان تعالى لي يلا ده انا هفشخك. والتعبان قام مديله واحده لازقه في الحيطه وطيره بعيد. بس انت فاكر ان صنغ هيسكت، واتعصب جدا على التعبان وقال له ده انا هفشخك. قام نط واتشعلق في التعبان، بس التعبان ما سماش عليه ورزقه في الحيطه ووقعه في قلب الارض. بس صنغ طبعا مش هيسكت زي ما احنا عارفين، فجاه طاقته بتشتعل. انت مخبي الجمدان ده كله فين يا صنغ؟ ايه يا ابن الحلاوه دي؟ فجاه الثعبان بيهجم عليه، ولكن صنغ بيرشق فيه السيف وبيحاول يخترق جلد الثعبان باقصى قوته. والثعبان بيلف ويهجم عليه، وصنغ ما بيعرفش يعمل حاجه. بس الثعبان كان لسه هيبتلعه، وصنغ بيفلت منه على اخر لحظه وبيمسك في راسه. فجاه صنغ بيستخدم كل قوته وبيضغط على التعبان وبيكسر جمجمته. التعبان اتجنن وعمال يخبط بصنغ في الحيطه. صنغ قال له والله ما انا هسيبك، ده بتاعي انا. خلاص صنغ قرر ان هو يقضي عليه، وفجاه بيرشق ايده كلها في راس التعبان، والتعبان اتجنن. خلاص يا حبيبي كان التعبان خلاص اتكل على الله. ايه يا ابن العظمه دي؟ كنت مخبي فين القوه دي كلها يا ابني؟ شوف صنغ قاعد على التعبان ومبسوط بعد ما خلص عليه. حقك يا ابني والله. تيجي لصنغ رساله ان هو قدر يحصل على خنجر السم، وصنغ خلاص كان مبسوط بيه. وفجاه بيجي له رساله ان هو خلاص خلص المهمه بتاعته، وانه يقدر يخرج من هنا خلاص. والمكان بدا يتلاشى، وفعلا صنغ خرج. لسه ما خرجش من هنا وبيلاقي جندي جاي قدامه بيقول له يلا يا ابني العب بعيد. بس لما بيشوف السيف في ايده بيقول له لا ده خلاص ده محارب، هاته معانا يمكن ينفع. استشعر وجود وحش قريب جدا منهم. تشوف الوحش وان في مجموعه كامله من الرتبه ايه عماله تهاجم في الوحش ومش عارفه تعمل فيه اي حاجه. والقائد بتاع الفريق عمال يقول لهم هاجموا هاجموا، هم مش عارفين يعملوا اي حاجه قصاد الوحش، لان الوحش ده كان قوي جدا عليهم. وصنغ واقف وعمال يتفرج بعيد. فجاه بيلمح البنت اللي كانت معاه في المغاره. الفريق عماله تقول لها عزينا بالطاقه، وطبعا البنت بتعمل كده بس بتفتكر كل اللي كان حاصل لها في المغاره وطاقتها بتنهار. وصنغ بيشوف كل ده وبيتضايق جدا، والكلام ده طبعا ما بيعجبوش، وبيستعد كده ان هو يحدفه بضربه قويه جدا. وفجاه بتديله ضربه صاروخيه بتكسر وشه، خلاص بتقضي عليه من اول خبطه. يا ابن العظمه اللي انت فيها دي، واحد من الرتبه ايه عمل اللي مجموعه كامله من الرتبه ايه مش عارفين يعملوه. واحد من الرتبه ايه شاف اللي صنغ عمله وما كانش عارف يفتح بقه من الصدمه. نشوف صنغ والريست بتاعه القوي جدا. ايه يا ابن القوه العضليه دي؟ وبكده يبقى خلص معانا الجزء الثاني من حكايه سولو ليفلنج. لو عايز الجزء الثالث ما تنساش تكتب لي تحت في التعليقات، واهم حاجه طبعا ما تنساش تصلي على النبي. وسلام.